السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل الطلبة المحترمة الجمال طلاب بريب 2. أهلا بيكم. معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، وبإذن الله زي ما أنت شايف كده طبعا بنتكلم النهاردة على الليسون 5 في يونت 2 إن شاء الله، آخر درس لينا في الفاكتورايزنج، أرخم درس في المنهج. أنا صريح معاك، أصعب درس في المنهج، لدرجة إن في مدرسين أصلا في بعض الإكسرسايزز أو بعض الأسئلة اللي موجودة ما بيعرفوش يعملوا لها فاكتورايزنج اصلا، فما بالك انت هتعمل لها فاكتورايزنج ازاي؟ وطبعا انا بكلمك بصراحه، درس قوي جدا، درس دسم، في مسائل قويه لدرجه انك لو عرضتها على بعض التيتشرز ممكن تقف معاهم. تمام؟ انا طبعا مش بخوفك ولا بعقد لك الامر، ولكن انا بتكلم معاك بصراحه كده في بدايه الفيديو. في مسائل كتير موجوده على الليسون ده استحاله تجيلك في امتحان اخر السنه. اقول لك كمان على اللي يفرحك اكتر، مش هتحتاجها قدام في حياتك. الفاكتورايزنج بتاع النهارده اللي هو فاكتورايزنج باي جروبنج وباي كومبليتنج سكوير، احنا ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، حتى انت اكيد واخد بالك، هتشوف مده الفيديو صغيره جدا اصلا وهتقعد تقول ده المستر مكروت الدرس. لا ايوه، انا بتكلم معاك اهو. انا هديلك في الدرس ده المسائل اللي هتجيلك يا في امتحان الشهر يا في امتحان اخر السنه كلها، مش هسيب لك حاجه. بس مش هديلك المسائل اللي ملهاش اي لازمه، اللي اصلا ان شاء الله لما تيجي تدخل كمان اعدادي، تدخل انت في اعدادي لما تيجي تدخل ان شاء الله الشهاده الاعداديه وتدخل ثانوي عام، انت مش هتحتاج الانواع دي من الفاكتورايزنج. اقول لك على الصراحه، ما الحمد لله احنا شغالين ثانوي. بص بقى كده معايا، الفاكتورايزنج اللي انت بتحتاجه في ثانوي اصلا كل الانواع اللي فاتت كلها، يمكن الجروبنج بس ممكن اول فكره، والكومبليتنج سكوير المساله العاديه التقليديه السهله. تمام؟ يعني حضرتك انا مش هدي لك المسائل، ركز معايا، اللي هي فكرتها صعبه او اللي هي مش هتيجي لك في امتحان اخر السنه او اللي هي مش هتستفيد بيها اصلا قدام في حياتك. طب انت بقى واد جامد وعاوز تحل كل المسائل، وجاي بقى تقول لي اصل انت يا مستر ايه بتكروت، اصل انت يا مستر تلاقيك مش عارف تحل المسائل الصعبه فمش عايز تحلها. بص يا حبيب قلبي، بفضل الله على منصه ابواب التعليميه، ركز معايا، انا مش مستفيد حاجه، انا بقول لك كده ليك انت. على منصه ابواب التعليميه، طبعا اكيد انت عارف المنصه، ولو مش عارفها ابحث عنها. منصه ابواب التعليميه بفضل الله لو انت حملت من على متجر بلاي او ايا كان هتحمل منين، يعني حملت منصه ابواب ودخلت عملت حساب واخترت المرحله بتاعتك اللي هي ماس، اخترت بريب 2 ودخلت اخترت ماده الماس، هتلاقيني انا اللي بشرح الماده، انا اللي بشرح الماده بفضل الله. هتلاقي الدرس ده او اي درس، يعني هتلاقيني شرح الدرس ده بالتفصيل، وهتلاقيني حلل كل المسائل الصعبه اللي عليه، ده الصعبه قوي كمان. تمام؟ فلو انت اصلا عاوز المسائل كلها والمسائل الصعبه والتركات والمستويات العليا والمسائل اللي هي اصلا اصعب كمان من اللي موجوده في كتاب المعاصر بفضل الله، هتلاقيها موجوده في الشرح ده. الكلام ده مش في الدرس ده بس، الكلام ده في اي ليسون. احنا شارحين المنهج كله على منصه ابواب من اول ليسون لاخر ليسون في المنهج بفضل الله. شرحنا المنهج كله خلاص، والمنهج كله موجود اصلا على منصه ابواب. فلو انت اصلا مشترك او انت موجود كده كده اوريدي انت عارف، ولو انت مش عارف فادينا عرفناك بفضل الله. معلش على المقدمه الطويله دي، ولكن يعني ارحم من ان انا كنت اجيب لك مساله طرش واقعد احلها معاك. بص بقى كده معايا، هنبدا مع بعض ان شاء الله في الدرس، وباذن الله الدرس مش هيبقى صعب، وباذن الله هدي لك الافكار السهله البسيطه اللي هتجيلك في الامتحان ان شاء الله. يلا ورقه وقلم وتعالى. نبدا مع بعض ان شاء الله في الليسون بتاعنا اللي هو فاكتورايزنج باي جروبنج. هو اسمه فاكتورايزنج باي جروبنج، ولكن هو جواه كمان نوع زياده اسمه فاكتورايزنج باي كومبليتنج سكوير. اوكي؟ طيب ركز بقى كده معايا، حابب بس افهمك حاجه. فاكتورايزنج باي جروبنج ده بعرفه منين؟ اول حاجه هو ببدا بيها الليسون خالص، هتلاقيه بيتكون من 4 تيرمز. طبعا هو مميز، يعني مش هتتلخبط بينه وبين الانواع الباقيه. يعني مثلا الانواع اللي احنا خدناها كلها في الليسونز اللي فاتت كانت يا اما من 3 تيرمز يا اما من 2 تيرمز. اوكي؟ فده طبعا من 4 تيرمز، فهو مميز جدا. طب انا يا مستر بحله ازاي؟ تعالى كده، انا ما بحبش ارغي كتير، انا هحل معاك المساله دي هتفهم الفاكتورايزنج باي جروبنج ماشي ازاي. طبعا مساله زي دي تيجي في الامتحان عادي خالص عشان هي مساله سهله ومساله طبيعيه. تعالى بقى كده ركز معايا، دول 4 تيرمز، فدي فاكتورايزنج باي جروبنج. سموه باي جروبنج، انت بتاخد جروب مع بعض وجروب مع بعض. انا هنا هعمل ايه؟
انا هاخد 2 تيرمز مع بعض و2 تيرمز مع بعض. طبعا في طلبه فاكره ان لازم الاثنين اللي جنب بعض هم اللي بناخدهم مع بعض، لا مش شرط. امال ايه يا مستر؟ تعالى كده وهتفهم. لو احنا اعتبرنا ان احنا هناخد دول مع بعض يا عم، طبعا المفروض ما تعملش زي كده تكتبها تاني وتقول لي هتاخد مين مع بعض ودول مع بعض. مين هنا الكومون؟ انا طبعا باخد دول مع بعض على اساس ان في بينهم جي سي اف، وباخد دول مع بعض على اساس ان في بينهم جي سي اف او في بينهم كومون فاكتور. مين هنا الكومون فاكتور؟ الان. لما اخد الان من هنا ومن هنا هيبقى لي من هنا ام وهيبقى لي بلس 5. في اي مشكله كده حبيب قلبي؟ طيب بلس هنا عندي 3 وهنا عندي 15. طبعا الجي سي اف بينهم 3، هما الاثنين ديفيزبل باي 3. اخد ال 3 كومون هيبقى لي من هنا ام ومن هنا طبعا هعمل 15 ديفايدد 3 اداني 5. مش واخد بالك من حاجه؟ اكيد واخد بالك يعني. مش واخد بالك ان ده زي ده؟ ما هو ده لازم يحصل، لو ما حصلش يبقى انت حلل غلط. بالراحه كده فاهمك يعني ايه؟ الموضوع بالفهم اسهل بكتير. بص يا حبيب قلبي، انا كان وارد الاقي، كان وارد وده هيحصل في مساله دلوقتي، ان الاقي ده وده مش زي بعض. هل ده معناه ان انا حلل غلط؟ لا انا مش حلل غلط، بس انا اخترت التو تيرمز مع بعض الغلط. فكنت ساعتها اعيد المساله من الاول تاني، وبدل ما اختار دي مع دي كنت هختار مثلا دي مع دي واختار دي مع دي. فهمت حاجه يا راجل يا طيب؟ تاني، انا دلوقتي اخترت الترم ده مع ده على اساس ان هم اصحاب، واخترت الترم ده مع الترم ده على اساس ان هم اصحاب. وارد كان يبقى ده وده ديفرنت مش زي بعض، فما اقدرش اخدهم كومون تاني. هل ساعتها انا كماثماتكس حلل غلط؟ لا حلل صح، بس انا اخترت الترمز غلط. فاروح احل المساله من الاول عادي خالص، واروح مختار مثلا ده مع ده واجرب. لكن هنا جت معانا عادي. في اي مشكله في كلامي؟ طيب اكمل المساله عشان الناس اللي عندها مشاكل. هنا ام بلس 5 وهنا ام بلس 5، فارجع اخد الام بلس 5 واعمل اوبن براكت. خدت من هنا ام بلس 5 يبقى ان، خدت من هنا ام بلس 5 يبقى 3، والمساله بتاعتنا خلصت وبقت عباره عن فاكتور تايمز فاكتور. فكده انا عملت فاكتورايزنج خلاص، وهو ده الفاكتورايزنج باي جروبنج. تمام؟ كل الافكار اللي جايه يعني الفكرتين اللي جايين هيبقوا بنفس الطريقه. تعالى كده معايا كده، المفروض انت فهمت الفكره، فما فيش اي مشكله خالص ان انت تشوف الانسر بتاع الكتاب المعاصر وبتفهمها وتحل تاني. تمام؟ ويا ريت نبدا ان احنا نعتمد على نفسنا شويه. طيب تعالى لي كده نحل مع بعض المساله دي. طبعا دي فيها 4 تيرمز، فدي فاكتورايزنج باي جروبنج. تمام؟ مستر انت هتعمل ايه؟ انا هاخد 2 تيرمز مع بعض و2 تيرمز مع بعض. تعالى كده نفكر، لو انا خدت دول مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هاخد البي من هنا ومن هنا يبقى ايه ماينس 2. طب لو خدت من هنا ال3 شكلها كده هتنفع لو خدت دول مع بعض ودول مع بعض. بص بقى هعمل ايه؟ ادي اي بي ماينس 2 بي. تمام؟ بحط بلس من عندي نيجاتيف 3 a بلس 6 عشان البلس ما بيعملش مشكله. دول كده مع بعض ودول كده مع بعض. هاخد من هنا بي اخد من هنا البي كومون، هيبقى لي من هنا ايه وهيبقى لي ماينس 2 صح؟ بلس هاخد من هنا مين يا محترم؟ هاخد ال3 فيبقى لي النيجاتيف ايه. ما انا خدت ال3 بقى، هوريك بقى ايه اللي هيحصل. و6 ديفايد 3 هيبقى لي نيجاتيف ايه بلس 2. طبعا دي مش هي دي، فده معناه ايه؟ هي شبهها بس محتاج ان انا اخد النيجاتيف كمان. فانا اروح اعمل ايه؟ هروح واخد منها نيجاتيف كومون بس في نفس الستيب عادي خالص. بص كده، مش هي دي كانت هنا بلس، انا خليتها ماينس كاني خدت نيجاتيف كومون، فبالتالي اغير الساين، يعني دي خلاص هتبقى بوزيتيف والبوزيتيف ده هيبقى نيجاتيف. فهمت حاجه؟ لما باخد نيجاتيف بره بغير الساين بتاع كل حاجه، فدي خلاص بقت كانها ايه ماينس 2 بدل ما كنت اكتبها تاني. عيدها تاني لو انت ما فهمتهاش. هنا كانت الاي نيجاتيف وال2 بوزيتيف، رحت انا واخد نيجاتيف بره وغيرت خليت دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. طبعا اهو ده طالما ظهر يبقى انا كده ماشي صح. بروح واخد الاي ماينس 2 وعامل اوبن براكت، اتبقى من هنا بي، اتبقى من هنا ماينس 3 وشكرا. طيب تعالى كده حبيب قلبي للمساله دي، يلا ركز معايا عشان نخش على فكره جديده. مستر هتاخد دول مع بعض وتاخد دول مع بعض، مفيش اي مشكله. ما نفعتش اروح مغير الاختيار. يلا ادي اكس سكويرد ماينس 4 واي سكويرد. حلوه الفكره دي مش صعبه، مساله سهله. تمام؟ بلس واخد دول مع بعض اللي هو ايه نيجاتيف 5 اكس بلس 10 اكس.
في اي مشكله كده في كلامي؟ مفيش مشكله الحمد لله. طبعا دول ديفرنس بين تو سكويرز، معرفش انت كنت واخد بالك ولا لا. اكس واكس، لو انت مش فاكر روح للفيديو اللي فات كان بنفس البتاع اللي انا لابسه ده. وال4 2 و2 والواي سكويرد وايايا ووايايا، ومره ماينس ومره بلس. ادي بلس اهو، واخد مين كومن من هنا؟ هاخد يا سيدي النيجاتيف 5 صح؟ هاخد النيجاتيف 5 ماشي. ليه بقى خدت النيجاتيف 5 مش ال5؟ لان يا حبيب قلبي انا هاخد النيجاتيف 5 مش هاخد ال5، لان انا عايز الاكس تبقى بوزيتيف، فانا هاخد النيجاتيف 5 كلها. هيبقى من هنا اكس، ولما اعمل 10 ديفايد نيجاتيف 5 هيديني نيجاتيف 2 صح؟ في اي مشكله؟ سوري انا كتبت دي اكس وهي واي، انا اسف. هنرجع نشيل الاكس دي ونخليها واي اهي، تمام؟ ماينس 2 واي. طبعا الحمد لله ده ظهر اهو هنا وظهر هنا، هرجع اخده. بص كده عشان لو انت مش واخد بالك اهو، ده هو ده. فلو اصلا ما لقيتش ظهر تاني يبقى انا كنت حلل غلط او مختار غلط. اكس ماينس 2 واي، وارجع ابدا من هنا ادي اكس بلس 2 واي، وانزل ماينس 5 وشكرا. تمام؟ اهو بيقول لك 3 ماينس اكس، لو عايز تعدلها اعدلها بس حط نيجاتيف من بره. تمام؟ طيب نخش على بقى فكره كمان تكون مختلفه شويه. تعالى كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت لقيت كده كده كومن بتاخد الكومن ده الاول. طيب شايف المساله دي؟ المساله دي انت اصلا واخدها معايا وعارفها. المساله دي انا اللي بقول لك اهو، هو بيقول لك حلها بالجروبنج، دي ان شاء الله مش هتجيلك في الامتحان ومش هقول لك حلها بالجروبنج، تمام؟ فانا بقول لك حلها عادي بالكالكوليتور عادي، او بالطريقه بتاعتنا اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي ايه؟ تعالى كده ركز معايا. ايه رايك ان انا هعمل ال3 دي تايمز ال5، يبقى لي ادي اكس سكويرد. ركز بقى كده معايا، احنا الهدف ان احنا نعمل فاكتورايزنج، مش الهدف ان احنا نرخم على بعض. ماينس 14 اكس، ولما عملت 3 تايمز 5 بقت ايه؟ 15. طبعا اروح اعمل كده اهو، خلاص بقت اول نوع فاكتورايزنج خدناه بعد الجي سي اف على طول، اكس واكس. تو نمبرز التايمز بتاعهم 15 والديفرنس بينهم 14 يبقى 1 و15. طالما الاخير نيجاتيف يبقى الكبير زي الميدل والثاني عكسه. انت كنت عامل تايمز 3، ارجع اعمل هنا ديفايدد 3 وهنا ديفايدد 3. 1 ديفيزبل باي 3 لا طبعا، فال3 هتيجي جنب الاكس ويبقى 1. طبعا حبايبي اللي معايا هم اللي فاهميني، اكس تنزل و15 ديفيزبل باي 3 يديك ايه؟ 5. او لو انت عملت بالكالكليتور، الكالكليتور هتقول لك نيجاتيف 1 اوفر 3. بص تعالى اقول لك طريقه الكالكليتور. تروح تعمل اكس واكس، طالما كده كده مترتبه اكس سكوير واكس ومفيش كومن، فانت تروح عامل اكس واكس والكالكليتور هتكمل. اكتب يلا مود 3 3 او مود 5 3 على حسب الكالكليتور بتاعتك، او مود ايكويجن 3، واكتب 3 ايكوال نيجاتيف 14 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال، واكتب ايكوال تاني. هتلاقي الكالكليتور بتجيب لك نيجاتيف 1 اوفر 3، ده الحلين اللي الكالكليتور هتجيبهم لك، انا عارف اهو، وهتجيب لك 5. الكالكليتور هتجيب لك نيجاتيف، انت هتخليها بوزيتيف، ال1 هتحطه هنا وال3 هنا. الكالكليتور هتجيب لك 5 هتخليها ماينس 5 وشكرا. حبيبي المحترم، لو انت عاوز تعرف الحل بتاعه عن طريق الجروبنج ابعت لنا ونقول لك تتحل ازاي، او روح اتفرج من خلال منصه ابواب. طيب تعالى بقى كده ركز معايا حبيبي المحترم، اخر فكره في الفاكتورايزنج باي جروبنج هنحلها مع بعضينا. وطبعا الصراحه انا صريح معاك، فكره مهمه. تعالى نحل الفكره دي. مستر انت قلت لي ده من 4 ترم، ادي ترم 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 ترم، فانت اكيد هتاخد 2 مع بعض و2 مع بعض. لا ركز شويه، استسمحك معلش، ويا ريت تسمع الكلام وتعمل بالكلام فعلا. استسمحك تروح تشغل فيديو يونت 2 ليسون 3 اللي كان اسمه بيرفكت سكوير تراينوميال، استاذنك تتفرج على الفيديو ده. تمام؟ الفيديو ده كان مهم جدا 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 جدا، روح اتفرج عليه. اتفرج حتى يا عم على اول 10 دقايق منه، اسمع الكلام، اعتبرني يا عم انا جيت اشرحه تاني دلوقتي، لان انا مش هشرحه تاني للاسف واطول مده الفيديو على حاجه انا شارحها. استاذن حضرتك، حبيت بقى تسمع الكلام تسمع، ما حبيتش براحتك. افتح فيديو يونت 2 ليسون 3، اتفرج على الاقل على اول 10 دقايق، اعرف يعني ايه بيرفكت سكوير تراينوميال وايه شروطه الثلاثه وبيتعمل له فاكتورايزنج ازاي، وتعالى. اهلا بيك بعد ما رحت اتفرجت على الفيديو، تمام؟ ويا ويلك لو انت لسه كنت مكانك، انا هعتبرك انت سمعت كلامي عشان انا بحبك ورحت اتفرجت على الفيديو وجيت. يلا انت رحت اتفرجت على الفيديو ايه وجيت، تعالى بقى.
طبعا لو انت سمعت الكلام فيه رحت اتفرجت على الفيديو هتقول لي يا مستر انا ازاي اخد 2 و2؟ انا هاخد دي مع بعضها، دي بيرفكت سكوير تراينوميال. عشان كده رحت قلت لك اتفرج على الفيديو. ايه شروطها؟ ان ده بوزيتيف وبيرفكت سكوير وده بوزيتيف وبيرفكت سكوير، والميدل تيرم عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز سكوير الفيرست تايمز سكوير الثيرد اللي هي 2 اكس واي في الاخر. ايه ده؟ فانا هاخد الثلاثه دول مع بعض وهسيب الرابعه دي لوحدها، ولازم دي تبقى ماينس على فكره عشان اقدر اعمل فاكتورايزنج تاني وافهمك ازاي. تعال. والحب جاني جابني ووداني، معرفش وداني فين، ربنا يستر. بص بقى كده معايا، ادي البراكت باور 2. ايه ده يا مستر بتجيب الحاجات دي منين؟ شكلك ما اتفرجتش على الفيديو. كنا بنعمل براكت باور 2، بنجيب سكوير روت الفيرست الاكس باور 2 اللي هي اكس، نجيب سكوير روت الثيرد الواي باور 2 اللي هي واي، ناخد الساين بتاعت الميدل وخلاص، واحط ماينس 16 سي سكويرد. دي هعتبرها ديفرنس، عشان كده قلت لك لازم تبقى ماينس، لان لو كانت بلس ما كنتش هعرف اعمل لها فاكتورايزنج. هعتبرها ديفرنس بين تو سكويرز. اعمل 2 براكتس كده، اكس ماينس واي مره هنا واكس ماينس واي مره هنا، ال 16 مره 4 ومره 4، السي باور 2 مره سي ومره سي، وهنا مره ماينس مره بلس، وشكرا والمساله خلصت يا محترم. نخش بفضل الله على اخر نوع فاكتورايزنج في المنهج، completing the square. وتعالى بقى ركز معايا عشان انا هقول لك بس هتعمل ايه باختصار. بص يا حبيب قلبي، الموضوع كله ماشي ازاي. لو انت فهمت المساله دي، انا بقول لك لو انت فهمت المساله دي كده انت خلصت معايا منهج الالجبرا كله بفضل الله. ما بحبش اعقد الامور. بص الموضوع كله ماشي ازاي. هتلاقي ده بيرفكت سكوير وهتلاقي ده بيرفكت سكوير، بس في بينهم بلس. واحد هيقول لي انا كنت متوقع بقى ان دي نتكلم عنها. هنا لو ماينس انا ده ما اسموش كومبليتنج سكوير، ده اسمه ديفرنس بين تو سكويرز اللي هي بتتفك مره ماينس ومره بلس، اللي انت عارفها من الليسون اللي فات اللي هو ليسون 4. ولكن طالما هنا في بلس فهنا في مشكله. ايه رايك ان انا اعتبر ان ده الفيرست تيرم في البيرفكت سكوير تراينوميال اللي انا قلت لك روح اتفرج عليه، واعتبر ان ده الثيرد تيرم، يبقى ده اعتبره فيرست تيرم وده الثيرد تيرم، وانا هروح اجيب الميدل. ايه ده يا مستر انت هتجيب الميدل؟ هروح اجيب الميدل تيرم اللي هو لو حطيته مع دول يخلي لي المساله بيرفكت سكوير تراينوميال. هفهمك الموضوع ماشي ازاي. كأني بالظبط انا مدي لك المساله دي بالظبط. بص كده، المساله دي بيرفكت سكوير تراينوميال. انت تقول لي يا مستر عارفها، بعمل براكت باور 2 واحط ام وال9 ب 3 والساين بتاعت الميدل. طب لو انا شلت لك ده اصلا، انا بقى اعمل لك كده كاني شايل لك ده وجايب لك دول بس، فانت هتروح تجيب ده عشان تقدر تعمل فاكتورايزنج. بس هو ده كل الفكره. يا رب تكون فهمت. نمسح الكلام ده عشان نعرف ناخد راحتنا، واتمنى الناس تكون بتكتب ورايا. احنا بنفتح كتاب المعاصر عشان ده الكتاب اللي موجود معاك عشان تقدر تعلم معايا على الافكار والهوم ورك، ولكن احنا بنجيب حاجات من عندنا فلازم تكتبها. هروح اجيب الميدل بوزيتيف اور نيجاتيف. انا هحل على طول 2 تايمز سكوير روت الفيرست الام باور 4 تبقى السكوير روت بتاعها ام باور 2 تايمز، بحب اكتب التايمز الصغيره عشان نفرق بينها وبين الاكس لو لقينا اكس، سكوير روت ال 16 ب 4. في اي مشكله؟ هيديني في الاخر بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز 4 اللي هي 8، ويبقى لك ام باور 2. ده الميدل تيرم. بص بقى انا هعمل ايه؟ بالله عليك ركز معايا. شايف دي؟ شايفها. اروح اكتبها. شايف دي؟ شايفها. اروح اكتبها بس في مكانها اللي هو الثيرد تيرم. طيب مين الميدل تيرم؟ عندك بوزيتيف اور نيجاتيف 8 ام باور 2. خلي بالك بقى عشان اعلم على دي معاهم عشان مهمه جدا. مستر انا عايز اسالك سؤال. هو حضرتك دلوقتي لما تاخد دي وتحطها في النص كده اهو، بص انا هعمل ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 8 ام باور 2. ايه يا مستر انت بتعمله ده؟ انت غيرت المساله، جاي تحط لي حاجه في النص. حبيبي ده بيبقى الشكل بتاعنا. لو هو قال لك ده عشان يتعمل له فاكتورايزنج او عشان يبقى بيرفكت سكوير، ايه اللي بيحصل؟ هتقول له ان الميدل تيرم هتختار دي بوزيتيف اور نيجاتيف 8 ام باور 2. طب لو هو جاب لك السؤال ده وقال لك كلمه فاكتورايز، وهو ده اللي هيحصل المفروض يعني، لو قال لك كلمه فاكتورايز بقى المفروض طبعا لو انت طالب شواف شويه هتقول لي يا مستر انت دلوقتي بتعمل مصيبه، انت بتحط حاجه الحاجه دي مش موجوده في السؤال اصلا، فانت كده بتلعب في السؤال. هقول لك بقى ركز معايا دلوقتي. هو انت عندك مانع ان انا انزل لك دي؟ هتقول لي يا مستر ما عنديش مانع، اصبر عليا للاخر. طب انت عندك مانع ان انا انزل لك دي؟ هتقول لي يا مستر انت ما عندكش مانع، انا ما عنديش مانع.
طب انت عندك مانع، ركز بقى كده معايا، ان دي عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف، صح؟ ان انا مره هحط هنا بلس 8 ام بار 2 وارجع بعيد احط ماينس 8 ام بار 2. واحد يقول لي يا مستر ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ يا شيخ ده قرف برضو. تعالى ركز معايا. شايف دول؟ اه شايفهم. هو مش 8 ام بار 2 ماينس 8 ام بار 2 مش دول بزيرو؟ مش دول اصلا بزيرو؟ يعني انا كاني ما غيرتش السؤال، مش انا ضفتها وشلتها، كاني بالظبط انا معايا 4 جنيه 4 باوند. تعالى افهمك حاجه، عامله زي بالظبط انا معايا 4 باوند، جيت انت اديتني 5 باوند اهو. هتقول لي يا مستر انت غيرتني ليه؟ انا كان معايا 4 باوند بتديني 5 باوند ليه؟ رجعت خدتهم منك، ما انت اصبحت 4 برضو. طب ما دي هي بعكس الساين، يبقى انا كاني ما غيرتش السؤال. هتقول لي امال انت عملت كده ليه؟ عملت كده عشان اقدر اعمل فاكتورايزنج. اه يا مستر جدع، بس طبعا عايز اقول لك على حاجه، المساله دي مش مساله هتجيلك يقول لك يعمل فاكتورايزنج، عشان دي مش متظبطه ان لازم ده يبقى بيرفكت، بس انا بفهمك الفكره. فانت خلاص بقى عندك ده بيرفكت سكوير تراينوميال، هتروح عامل له فاكتورايزنج براكت بار 2 ام بار 2 هنا 4 والساين بتاعت الميدل، وده هتلاقيه بقى مش هتلاقي دي 8 دايما، هتلاقيها طبعا لازم تبقى بيرفكت سكوير. ها لازم تبقى 9 16 25 36 وهكذا. انا بس حبيت افهمك ايه فكره الكومبليتنج سكوير مش اكتر. طب تعال ركز كده معايا الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى هتلاقي المسألة دي ظبط نفس الكلام. مستر ده فيرست وده يا مستر السيرد، والاتنين بيرفكت سكوير ناقص لهم الميدل. تعال نجيب الميدل. ادي الميدل بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز سكوير روت الفيرست اللي هي ال4 ب2 والاكس بار 4 باكس بار 2 تايمز سكوير روت الثيرد اللي هي واي بار 2. يلا نحسب كده، بوزيتيف اور نيجاتيف تنزل 2 تايمز 2 يبقى 4 وننزل اكس بار 2 واي بار 2. الله يا مستر عليك فنان. بص بقى هعمل ايه، هروح كاتب 4 اكس بار 4 زي ما هي في الاول واحط الواي بار 4 في الاخر. وشايف دي؟ شايف دي يا حبيب قلبي؟ شايف دي؟ هكتبها مره احط واحده في النص بالبوزيتيف وواحده في الاخر بالنيجاتيف. طب مش معنى ليه مش بتحط في النص بالنيجاتيف؟ قلنا عشان يبقى المساله ديفرنس بين تو سكويرز وعلى حسب السؤال. تعال ركز معايا، هضيف هنا اهو احط ال4 اكس سكويرد واي سكويرد وارجع اعمل ماينس 4 اكس سكويرد واي سكويرد. بقت فاكتورايزنج باي جروبنج، لسه حل زيها بالظبط بس كانت جايه كده جاهزه. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. هتاخد دول مع بعض بيرفكت سكوير تراينوميال، وتاخد دول مع بعض تسيب دول لوحدهم. يلا يا حبيب قلبي ادي دول لوحدهم اهو، وعندك دول كده لوحدهم. دي بتديك براكت بار 2 ال4 ب 2 الاكس بار 4 باكس بار 2 والواي بار 4 بواي بار 2 والساين بتاعت الميدل ماينس ادي 4 اكس سكويرد واي سكويرد. بعد كده هتعمل 2 براكتس يا حبيب قلبي، ركز معايا. عندك هنا 2 اكس سكويرد ماينس واي سكويرد مره، وترجع 2 اكس سكويرد ماينس واي سكويرد مره ماينس مره بلس ال4 2 و 2 الاكس سكويرد اكس واكس الواي سكويرد واي وواي وشكرا. اخر حاجه هنختم بيها ان شاء الله حل الايكويجن، وهو ده اللي محتاج تركيز شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نختم بالايكويجن اللي ان شاء الله يعني لو حد طبيعي مش هيجيب الايكويجن اللي بالنوع ده، يجيب اللي موجوده في الاول احسن، ولكن احنا ادينا هنشتغل ونشوف ايه المشاكل. بص بقى، شايف المساله دي؟ ده مش بيرفكت سكوير اصلا. هوبا انا هعتبر ان الفيرست موجود وهعتبر ان الميدل موجود، بس مش هعتبر ان السرد موجود، فهروح اجيبه. ايه ده هتجيب السرد المره دي؟ ما على حسب المساله، مفيش هنا سرد ترم، السرد ترم لازم يبقى بيرفكت، وده الفيرست بيرفكت، وده هنمشيه ان هو الميدل ترم. هروح اجيب مين؟ هروح اجيب السرد. يلا هات السرد ترم. تقول لي يا مستر ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم صلي على النبي، بس صلي على النبي في قلبك. السرد ترم كان بيتجاب ازاي؟ ميدل باور 2 اوفر 4 تايمز الفيرست، يبقى نيجاتيف 10 اكس اول باور 2. ادي الميدل خدته باور 2، كل ده كان موجود في الفيديو اللي قلت لك عليه، تمام؟ 4 تايمز الفيرست اللي هي اكس باور 2. النيجاتيف راح عشان باور ايفن، 10 باور 2 يبقى 100 اكس باور 2 اوفر 4 اكس باور 2. اكس باور 2 كنسلت مع اكس باور 2 بقى 100 ديفايدد 4 اللي هي 25.
في اي مشكله؟ يبقى مين الثيرد ترم؟ ال 25. بص بقى انا عشان ما اغيرش المساله هعمل ايه؟ ركز معايا يا بيه وبص انا هعمل ايه وهي. تعالى بقى، اكس باور 2 دي هتنزل زي ما هي، نيجاتيف 10 اكس هتنزل زي ما هي، بلس 18 هتنزل زي ما هي. يا مستر ما انت نزلت المساله كلها زي ما هي، ايه الجديد يعني؟ ايكوال 0. مش انا عندي هنا في 25؟ بص بقى هعمل ايه؟ هعمل حركه طرش. بص بقى، هضيف هنا 25 واضيف هنا 25. اوعى حد ينطق كده، ما غيرتش حاجه. ما اللي عملته هنا عملته هنا. كان عندي هنا كيلو باميه وهنا عندي كيلو عنب، ما كيلو باميه قد كيلو العنب. رحت ضايف هنا كيلو باميه وضايف هنا كيلو باميه، الكفه هتتغير؟ لا. بس انا هعمل ايه بقى؟ انا عارف ان ده الفيرست وده الميدل وده اللي السرد، مش ده كخ، ده هطرده الكخ ده. تعالى الكخ ده هطرده. ركز بقى كده معايا. يبقى اتبقى اكس سكوير بلس 10 اكس، سوري هي ماينس مش فارقه، ادي اكس سكوير ماينس 10 اكس بلس ال 25، وسبت الكخه بعيد. من الكخه اللي هو ال 18، اللي هو ال 18 الكخ. تعال يبقى 0 بلس 25، وال 18 طبعا هتطرد الناحيه الثانيه بنيجاتيف 18. في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي كله سهل. دي بيرفكت سكوير تراينوميال، ما انا كل ده عشان اعمل كده. اكس سكوير باكس، 25 ب 5، الساين بتاعت الميدل، وعندك كل ده ايكوال كام؟ احسب دول بالكالكوليتور هيدي لك في الاخر يا نجم النجوم 7. اخلص من باور 2 ازاي؟ اخد سكوير روت للناحيتين. هنا لما اخد سكوير روت هيبقى لي اكس ماينس 5، وهنا لما اخد سكوير روت هيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت 7. ركز بقى عشان دي اهم حاجه. خلاص قسم الصفحه مرتين، مره اقول له ان الاكس ماينس 5 ايكوال روت 7، ومره اقول له ان الاكس ماينس 5 ايكوال نيجاتيف روت 7. ركز بقى معايا يا بيه. اروح منزل هنا الاكس وطارد النيجاتيف 5 بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال روت 7 بلس 5. هنا اطرد النيجاتيف 5 يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف روت 7 بلس 5، ويبقى السوليوشن 6. طبعا دول ريل نمبرز عادي، هيبقى 6 جواها روت 7 بلس 5 وجواها نيجاتيف روت 7 بلس 5. طبعا لو انت كنت حليت دي بالكالكوليتور اصلا من البدايه خالص، تعال نجيب المساله كده الطويله قوي دي. لو انت كنت عملت مود 3 وعملت 1 ايكوال نيجاتيف 10 ايكوال 18 ايكوال ودوست ايكوال مرتين، هتلاقي الكالكوليتور اصلا هتجيب لك الاجابه النهائيه دي. تمام؟ اللي هي دي. في اي مشكله؟ وبكده الحمد لله نكون خلصنا مع بعض منهج الالجبرا كله بالكامل. الحمد لله حاولت احل لك. طبعا انت ممكن تحل على الايكويشن دي فكرتين كمان، هي نفس الطريقه ان شاء الله. تشوف انت محتاج تجيب انهي تيرم، محتاج تجيب الميدل، محتاج تجيب الثيرد، على حسب المساله. في الايكويشن مش هتجيب الميدل. تمام؟ في الايكويشن هتجيب الثيرد، انك لازم لما تضيف نمبرز للطرفين الناحيتين، مش هينفع تضيف فاريبل. تمام؟ بالتوفيق لكم ان شاء الله. كان معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، وما تنسوش تتفرجوا على مراجعه الشهر، والسلام عليكم.